يحكى أن ديكا فرنسيا عرف بغزارة إنتاجه في المزرعة تم طرده من حظيرة دجاج لأنه أساء الانضباط يوما، وأن سرب الدجاج بعده تفوق في سباق الإنتاج الفلاحي على الآلات الألمانية في نفس المجال دون الاعتماد على ذلك الديك الذي كان الجميع يعتقد بأن الدجاج دونه لا يسوي شيئا. ويحكى أنه في الجهة المقابلة من المزرعة كانت زريبة المواشي مكتظة بالخراف غزيرة الإنتاج، ولكن كباشا بانت قرونها كانت تحتكر العمل رغم أن مستواها الإنتاجي تراجع في تلك الفترة، فكانت النتيجة أن قطيعا من أجود أنواع الخراف ينهزم في كل مسابقة للإنتاج الفلاحي بسبب الكباش المتمردة. إذا كان طرد بنزيما المتوج برابطة الأبطال 3 مرات في آخر 4 مواسم خطوة جريئة بالنسبة لنا، فإن الجرأة كلها تكمن في إعلام فرنسي واع ومنطقي لا يتعامل بالعاطفة أدرك بأن وجود بنزيما داخل المنتخب من شأنه أن يشوش على انضباط باقي اللاعبين، فاعتزم طرده وهو الأفضل ولو كلفه ذلك قرارا حكوميا. اليوم نعلنها صراحة، نحن نقدر أن إسلام سليماني قدم ونأمل أن يستمر يقدم مشوارا كبيرا مع المنتخب، ونتفهم أن ما يمر به من تدني المستوى هو كبوت حصان قد تتعرض أي لاعب في العالم، لكننا لا نتقبل أن نرى فوق الميدان مهاجما تائها طيلة المباراة وزملاؤه المهاجمون لم تمنح لهم فرصتهم المستحقة وهو لا يلعب حتى دقائقه الكاملة مع ناديه. ونحن نعترف أيضا أن رياض محرز لاعب من مستوى عالمي، ولكننا جمهور كرة ونعرف أن لاعبين كبار قد لا يقدمون في مباراة ما، وهنا ننتظر أن يتشجع المدرب ويقدم بدله الفرصة لاحتياطي يمكنه أن يضيف للمنتخب مثل رياض بودبوس. لقد سئمنا المواقف الارتجالية في بلادي، ولم نعد نرغب في رؤية أفراد يتعاملون مع هذا الوطن تعامل الملكية الخاصة. لا نريد أن نخون لاعبا ولا أن ننتقص من قيمة مدرب أو مسير، ومن هنا نقولها لك يا الكاريز، ليس الفوز بهدف على الطوق كل ما نريد، ولكننا نستحق أن نرى منتخبنا ممتعا بفرديات نجومه مرعبا بتماسك كتلته.